من لندن معنا الكاتب الصحفي خالد الوعيسر. أهلا بك أستاذ خالد. هذه العمليات، عمليات الإجلاء، يعني ترسم صورة أكثر قتامة للسودان، بأن الأمور ربما تنزلق إلى ما هو أشد خطورة مما هو حاصل الآن. تحية لك ولمستمعيكم الكرام. أنا في تقديري ليس بالضرورة أن تشير إلى أن الأمور ربما تتصاعد، بل هي في الإجراءات العادية في مثل هذه النزاعات البديهي أن تقوم الدول بإجلاء رعاياها حفاظا على سلامتهم، ولكن ليس بالضرورة أن تشير إلى تعقيدات تنتظر الواقع الأمني مستقبلا أكثر من كونها هي نوع من الحرص والحماية لمواطنيها ورعاياها. لكن بالتأكيد في الحالة السودانية الآن لا بد من التذكير بأن هذه الدول أو في غالبا التي تتداعى الآن لإنقاذ رعاياها في السودان هي لم تكن بعيدة من هذا الحريق الذي اشتعل، وأسهمت إسهام كبير في إشعال الوضع الماثل في السودان، لا سيما تلك التي رعت ما عرف بالاتفاق الإطاري، وهي التي غادت إلى هذا الانسداد وهذا الوضع المعقد عسكريا وأمنيا. وبالضرورة هنا التذكير بهذا الأمر، لأن هذه المرحلة يجب أن تكون فيها الأشياء واضحة. هذا من ناحية، والناحية الأخرى المطلوبة هي أن تقدم هذه الدول نوع من الدعم للشعب السوداني الذي أدخلته في خضم حروب وصراع كبير يجري على قدم وساق الآن في العاصمة الخرطوم. نعم. طيب، يعني قلت أنه ليس بالضرورة أن تشير يعني عمليات الإجلاء إلى انزلاق أشد خطورة، يعني بخصوص عمليات الإجلاء، لكن هناك من يرى خطورة أخرى كامنة إلى جانب هذا، هي خطورة دخول جماعات على هذا الخط، خط الصراع. هذه الجماعات قد تكون إما مدفوعة من أطراف ما، أو هي في الأساس لها مآرب سياسية في الداخل السوداني. أنا في تقديري الشخصي ربما المخاوف الإقليمية والدولية، وهذا الحديث الذي يعني يرد على ألسنة بعض المتحدثين باسم قوات الدعم السريع، وهذه الفزاعات التي يريدون أن يثيرونها الآن حول دخول الفلول والحركة الإسلامية، وهذا الأمر يعني هذا في غير مكانه الآن. هناك قوات خارجة عن مظلة السلطة القانونية ورفضت تلبية أوامر وتعليمات غادتها. يعني يجب أن نقرأ المشهد بكلياته، ولا يجب أن يعني نجتزئ الأشياء. هناك تصريح لعبد الرحيم دغلو على سبيل المثال عندما رفض تعليمات القائد العام وهاجم قائد الجيش في خطاب في قاعة الصداقة. هناك تصريح للواشنطن بوست في مرحلة سابقة حول أن القائد العام يحتمي حول أسوار القيادة العامة. هناك خلاف حقيقي في قضية دمج القوات، هناك اختلاف سياسي في قضية الاتفاق الإطاري، هناك دخول لقوات الدعم السريع في منطقة مروي دون علم المؤسسة العسكرية، وأصدرت بيان بأنها نسقت مع المؤسسة العسكرية لتعود المؤسسة العسكرية وتصدر بيانا بأنها لم تكن على علم بهذه الخطوة. هذه قضايا أساسية. هناك تمرد لقوات عسكرية على الدولة وعلى الشعب، وهناك أساليب غريبة جدا على فكرة الفكرة التي تبناها ضيفكم الذي كان يتحدث منذ قليل الأخ الصديق فايز النور، عندما يتحدث عن ترسيخ القيم الديمقراطية. فارس النور، نعم. عندما يتحدث عن فكرة ترسيخ القيم الديمقراطية وهو ابن هذه البلاد بريطانيا، كان يعيش في الغرب، كيف لدولة تريد لجسم يريد أن يؤسس ديمقراطية يذهب ليطلق سجناء 8000 سجين من عتاة المجرمين الذين يعني حكم عليهم بجرائم مؤبدة وآخرين عشرات السنوات لأنهم قاموا بجرائم قتل أو نهب أو جرائم خطرة؟ كيف يمكن لعقل أن يصدق هذه الفرية فكرة ترسيخ القيم الديمقراطية عبر فوهة البنادق؟ هذه محض افتراءات ولا يجب أن تمر في هذا. طيب الآن إذا كانت قوات الدعم السريع وديغلو يرى الآن في البرهان بأنه ارتكب جرائم، وكما كان يقول فارس النور عندما دمت ذكرت اسمه بأنه لا تنتهي الحرب إلا يعني بانتصار قوات الدعم السريع أو باستسلام البرهان وتقديمه للعدالة، وقال أنه يعني ديغلو مستعد أن يقف مع البرهان أمام العدالة لترى المحكمة من المذنب. أنا في تقديري الشخصي أن هذا مجرد استهلاك وحرب دعائية في هذه المرحلة. الشعب السوداني لا تهمه هذه الصراعات الشخصية بين دغلو والبرهان. الشعب السوداني يقيم الأشياء من زاوية أن قوات الدعم السريع أسست في عام 2013 بموجب قرار صادر عن الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت يعني تتبع تحت اسم حرس الحدود، وكانت تدير قيادة أخرى
تمكن محمد حمدان دوغلو من قلب الطاولة على الزعيم السابق موسى هلال، وتحولت القوات بموجب قرار صادر من البرلمان في 16 يناير 2017 ووزعت للجيش السوداني، واستمر الحال على ما هو عليه حتى سقوط النظام السابق. بعدها تمددت قوات الدعم السريع بحجم كبير جدا وخارج مظلة القانون والتشريع الذي صدر من البرلمان نفسه. الآن الشعب السوداني يريد أن يؤسس ديمقراطية لا تكون فيها أكثر من جيش واحد، لا تكون فيها قيادة عسكرية براسين، لا تكون فيها سلطة عسكرية تتبع لرأس الدولة في ممثل في الجيش ومن جهة أخرى الدعم السريع. لا يريد أن يؤسس ديمقراطية فيها قوات بعيدة عن مظلة المؤسسة العسكرية ل10 أعوام بعد قيام الانتخابات. في أي دولة في العالم يا أستاذ تؤسس ديمقراطية في وجود جيشين ووجود رأسين عسكريين وفي وجود هذه القوات التي ظهرت قدراتها وحجم التمويل الذي كانت تتحصل عليه من بس بالمقابل كان هناك اتهامات يعني من سياسيين حزبيين أو مراقبين بأنه أيضا الجيش عنوان البرهان يعني يطمح نحو السلطة ولم يكن مسعاه تسليم سلطة إلى المدنيين. أنقل لك ما يقال وأنا أنقل لك قرائن الأحوال والشواهد. أنا لا أدافع عن البرهان، والعلاقة بيني والبرهان ودوغلو متوازية تماما. أراهم الجميع جميعا سودانيون لهم حق ممارسة العمل السياسي، ولكن بعيدا من عسكرة العمل السياسي الذي سارت هذه القوى المدنية التي تتهم بوضع في بنود في الاتفاق الإطاري تدعو إلى عسكرة المرحلة الانتقالية. أنا لا أدافع عن البرهان، ولكن المؤسسة العسكرية بكلياتها حميدتي والبرهان قرروا في 4 يوليو 2022 الانسحاب وترك الجمل بما حمل، وذهب حميدتي إلى دارفور ومكث هناك ل3 أشهر وأجرى مصالحات شعبية بين القبائل. وكان البرهان بعيد كل البعد والمؤسسة العسكرية عن الحراك السياسي. اصطدم الواقع بسيطرة الآلية الثلاثية التي اتخذت منحى تخصيص الفعل السياسي لفئة قليلة بين المدنيين، ودعت إلى مؤتمر في مرحلة لاحقة في فندق السلام روتانا الحرية والتغيير. المجلس المركزي رفضت المشاركة، وإذا بالبحث الأممية تنحاز للمجلس المركزي وتوقف هذا الحوار الوطني السوداني المدني وتدعو المؤسسة العسكرية للجلوس إلى طاولة التفاوض من جديد. هل هذه حقائق أم تزوير من عندي أم من عندك أنت؟ هذه حقائق، هذا هو التاريخ، هذا هو الأرشيف. المؤسسة العسكرية راغبة للخروج من السلطة، ولكن القوى المدنية التي سمت بند في الاتفاق الإطاري بأعضاء أو أطراف الاتفاق الإطاري هي التي تمعن في تفكيك المجتمع السوداني، تريد أن تستأثر بالحكم في فترة انتقالية وهي غير مخولة لذلك. لا الشعب يفوضها ولا القانون يفوضها وليس هناك دستور يفوضها، وهي التي قادت البلاد إلى هذه الهاوية. يجب أن لا يتعلل الناس بخلاف حميدتي والبرهان. كانوا، وأنا على علم بذلك تماما، كانوا على قلب رجل واحد كمؤسسة عسكرية في مقابل القوى المدنية، ولكن القوى المدنية هي التي عادت بهم بعد أن انسحبوا في 4 يوليو 2022 إلى دائرة الفعل السياسي من جديد. شكرا لك من لندن الكاتب الصحفي خالد الأعيسر. أشكرك.